تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. كل يوم التاني يطلع خالد الغندور وهزاز الرؤوس يقول لك ده النادي الاهلي له لجان الكترونيه، الخطيب عامل لجان الكترونيه، اللجان الالكترونيه اللي بتهاجمنا، اللجان الالكترونيه اللي بتتقاضى باجر من نادي الاهلي علشان تهاجم جماهير نادي الزمالك واعلاميه نادي الزمالك وخالد الغندور وهزاز الرؤوس ومرتضى منصور. طيب احنا النهارده بقى جايبين له اعتراف رسمي من نجمي الزمالك السابقين ان مرتضى منصور له لجان الكترونيه وبتقبض كل شهر مبلغ وقدره. احنا بنجيب لكم الدليل والمستند والبرهان، ما بنقولش كلام مرسل زي ما بيطلع خالد الغندور يطلع يقول لك ده النادي الاهلي فيه كذا وكذا وكذا دون دليل دون مستند. انا جايب لكم اعتراف رسمي من نجمي نادي الزمالك ان مرتضى منصور له لجان الكترونيه بتخدم عليه وبتدعمه وبتقول اللي هو عايزه. هنطلع ونسمع ونشوف تامر عبد الحميد قبل ما يشرب شاي بالياسمين قال ايه على موضوع اللجان الالكترونيه دي، وعفت نصار بعد ما اتحرم من الشاي بالياسمين بيقول ايه على اللجان الالكترونيه دي. بس ما تنساش اخويا وحبيبي الاهلاوي وانت بتتفرج على الفيديو تدعمنا بلايك وشير وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم قناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف خالد الغندور وهو بيتطرقع له من نجمي نادي الزمالك بخصوص اللجان الالكترونيه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا. والكتائب الالكترونيه اللي لغايه النهارده اسمائها بتنزل في كشوف المرتبات في المنظومه الاعلاميه في نادي الزمالك، وناس مشيت بقالها سنين واساميها بتنزل في الارض. يا صلاه النبي، لو النبي، وتقول لي الاسد والذكر، وتقول لي كان بيجيب لنا حقنا، وتقول لي عاوزينه يرجع، وواحد يطلع يقول لي مال نادي الزمالك وماله. لا يا حبيبي، ده ماله وماله وماله، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. انتوا مش هتتاجروا باسم نادي الزمالك على حساب قفانا احنا. واحد طالع يقول لك نادي الزمالك ماله ومال مرتضى، ماله ومال مين؟ حضرتك سعادتك معاليك مش فاهمك يعني. عندي رئيس نادي عنده مخالفات وعنده اهدار مال عام. حضرتك المال العام ده والراجل ده هنحاسبه ازاي؟ جينا نحاسبه، الدولة جت تحاسبه، القانون جاي يحاسبه، يقول لك انت بتهدي نادي الزمالك. امال حق الناس دي يجي ازاي من واحد موجود في مكانه ثبتت عليه جرائم؟ لا اله الا الله. مش فاهمك يعني. اعتبر ان انت بتنتقد. الحاجه الثانيه، انا لما قعدت 4 سنين اجمع في جروبات نادي الزمالك اللي كانت منتشره على الانترنت وما لهاش تواجد كبير قوي وكل واحد بيشتغل لوحده، وصممت ان انا اجمع دولت بحيث ان يبقى فيه راي لنادي الزمالك وجماهيره. وجيت عرضت الفكره على رئيس النادي، رفضها اول مره. جيت عرضتها تاني قال لي طب في رئيس المنظومه الاعلاميه، قلت له لا مش هينفع، لازم حضرتك. وصممت قلت له لازم تقعد مع الناس والناس هيعملوا لك كذا وكذا وكذا وكذا. انا كنت بعمل الكلام ده يا جماعه عشان الناس اللي بتلومني، كنت بعمل الكلام ده لاسم نادي الزمالك، ان نادي الزمالك يبقى عنده اعلام، لان ما كانش عندنا اي اعلام. وبعد ما عملت الكلام ده بقى عندنا قناه، وبقى عندنا اكتر من قناه بتتكلم، وبقى في اكتر من حد زملكاوي بيطلع يقول رايه. ومش زملكاوي بس، بقى في انديه ثانيه ابتدت تاخد نفس الموضوع. فالناس اللي زعلانه مني ان انا عملت موضوع السوشيال ميديا مع رئيس النادي، انا بعمله علشان نادي الزمالك، مش بعمله عشان يعني عايز اي حاجه. الاعلام الموجه ده لا امر مرفوض. انت توحد السوشيال ميديا يا استاذ محمد عشان تطلع تعمل بيهم راي عام، لا برضه امر مرفوض. مش امر عام قد ما هو كان دفاع عن حقوق نادي الزمالك في وقت ملوش اعلام. اكيد هي اللي بتهاجمك دلوقتي. ايوه الناس دي كيان وهمي فبنى قوه هو موجود للاسف. لا للاسف اغلبهم. انت بتجمع ناس يا استاذ محمد غير ذي صفه. بس انت راجل مشجع عادي. طيب لكن اقول لك اعمل بيهم راي عام. هدخلكم في موضوع تاني عشان بس دخلنا في الكتاب الراجل ده يا جماعه اللي عنده كلام. يا ريت خالد الغندور يطلع يرد لنا على الفيديو ده، يقول لنا ايه رايه؟ الناس دي بتتكلم بجد ولا الناس دي كدابه؟
الناس دي بتقول الحقيقه ولا الناس دي مضلله؟ اطلع يا خالد يا غندور صارحنا. مش انت بتقول ما فيش حد في الاهلي يقدر يواجهني عشان انا بتكلم بالحجه والمنطق والدليل والبرهان، على الرغم ان انت ابعد ما تكون عن هذه الاشياء. احنا جبنا لك عفت نصار وجبنا لك الاخ تامر عبد الحميد قبل ما يشرب شاي بالياسمين. قالوا ان مرتضى منصور أدين باتهامات تربح من خلال منصبه في نادي الزمالك، وعزل اول مره بهذا الشأن، وكمان ان هو له لجان الكترونيه بتقبض بالشهر. واللي قال ان انا جمعت اللجان الالكترونيه والسوشيال ميديا عفت نصار، هو اللي قال ان هو اللي جمع الناس دي وراح بيهم لمرتضى منصور. مرتضى منصور ما اقتنعش في الاول، قال له لا اعرض الامر على المنسق الاعلامي لنادي الزمالك. قال له لا انا عايزك انت اللي تقعد معاهم عشان تقنعهم بوجهه نظرك وتقول لهم يقولوا ايه وما يقولوش ايه، ويبقى الظهير الاعلامي بتاعك والظهير السوشيال ميداوي بتاعك واللجنه الالكترونيه بتاعتك. قال له خلاص ماشي. قلش صاحبنا ده ضربه شلوت وخلاهم يشتموه ويدوا له فوق دماغه. وفي المؤتمر اول امبارح قال ان عفت نصار واخد على النادي مش عارف كام $1000 واحنا هنروح نشتكيه وبتاع. ده غير كده قبل كده هزاز الرؤوس طلعوا وشتموه، قالوا له ان هو كان بيضرب ابوه مش بيضرب ابوه الى اخره. طيب اللي انا عايز اقوله، خالد الغندور والاخوه الزملكاويه لسه مصدقين ان النادي الاهلي له لجان الكترونيه ومرتضى مالوش؟ طيب ايه دليلك على ان الكابتن خطيب له لجان الكترونيه؟ انا جبت لك اعتراف رسمي من بق نادي الزمالك او لعيبه سابقين في نادي الزمالك، منهم واحد حبيب مرتضى قوي دلوقتي، وواحد كان حبيب مرتضى قبل كده. يعني الاثنين دلوقتي متضادين، على الرغم ان الاثنين برضو كانوا متضادين قبل كده. واحد كان حبيب مرتضى والتاني كان عدوه. دلوقتي اللي كان عدوه بقى حبيبه، واللي كان حبيبه بقى عدوه، والمصالح بتتصالح زي ما حضرتك عارف. لكن انا عايز اسال سؤال بشويش وبسيط وما يحتاجش لا لف ولا دوران. انا عايز افهم من خالد الغندور وهزاز الرؤوس، ايه دليلك على كابتن خطيب عنده لجان الكترونيه؟ هو سمعت في يوم من الايام كابتن خطيب طلع وقال ادعموا فلان ولا ادعموا علان ولا ادعموا مش عارف ايه؟ مرتضى منصور كان بيطلع ويقول لك ادعموا مايكل مش عارف ايه، والواد الشامي، والواد مش عارف مين. مش عيب ان الواد ابو طفيره يتعمل له على الفيديو 70,000 متابع ومش عارف ايه، والناس دي يخش لها 3-4 آلاف؟ لا ما ينفعش. دعموا الناس دي وخليكم وراهم. مرتضى منصور كان بيطلع على قناته وبيقول الكلام ده، والقناه ده كان الفيديو ده كان بيتذاع على قناه نادي الزمالك. فالمشكله والمصيبه والطامه الكبرى يبقى عنده مصايب وكوارث وبيته من ازاز ويحدف الناس بالطوب. بس انا عايز اقول لخالد الغندور وكل من على شاكلته، بيت النادي الاهلي مش من ازاز يا خالد يا غندور، بيت النادي الاهلي من فولاذ وليس من ازاز. النادي الاهلي قيم، اخلاق، مبادئ، احترام، عنده نوع من انواع المصارحه مع النفس. لو في اخطاء بنطلع نقول في اخطاء، لو في حاجات خارج النص بنطلع نقول ان في حاجات خارج النص. لكن انتوا بتداروا على مصايبكم بمصايب اكبر، بتداروا على مصايبكم بكذب اكبر، تل كذب من الاكاذيب الاعلاميه. والمشكله ان في بعض من جماهير نادي الزمالك بتمشي وراكم، وفي ناس بتبقى خلاص من كتر الكذب والزن على الودان فبتصدق الكذب وهي عارفه انه كذب، بس بتصدق وخلاص ما فيش حيله. زي ما قال لك ده مرتضى منصور اخذ قرار تاريخي بالانسحاب من امام النادي الاهلي علشان حق كهربتي. انت خايف من اللاعب كهربتي؟ طب كهربا مش هيلعب، هيتوقف ولا مش هيتوقف؟ وممكن ما كناش لعبنا خالص. ايه القرار التاريخي في انك تنسحب وخايف من النادي؟ يا راجل ده انت بروكسي كنت هتطلع منه بفضيحه لولا الحكم احتواكم وما حسبش ضربتين جزاء لبروكسي. أسوأ فريق في الدوري غلبكم، الإسماعيلي غلبكم على أرضه. أسوأ فريق في إسماعيلية أو في الدوري المصري الإسماعيلية غلبكم، ومع ذلك طالع بتتكلم وبتقول هو ليه النادي الأهلي ما بيروحش الإسماعيلية؟ هو ليه مش عارف إيه؟ إيه يا عم؟ إحنا جبنا لك دلوقتي الناس اللي بتقول عليك إن أنت عندكم لجان إلكترونية. عايز واحد زملكاوي يطلع يرد على الناس دي، ما ردش عليا، أنا ماليش دعوة، أنا مالي، إن شاء الله تولعوا ببعض. أنا بتكلم ترد عليهم هم، ما تجيش بقى تقول لي لا ده بص خد بالك ده فلان مش عارف ايه. لا 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 لا، رد على الناس دي. الناس دي قالت الكلام ده ايه يعني؟ ايه وجهة نظرك فيهم؟ لما واحد بيقول انا اللي جبت اللجان الالكترونيه لمرتضى وليا 4 سنين بجمع في الجروبات والبيتجات وجبتهم لمرتضى، يعني ليه 4 سنين بيجمع فيهم يا فندم؟
ايه ده؟ وشايف حتى ابو عايد بيقول له ايه اللي انت بتعمله؟ ايه اللي بتقوله ده؟ طبعا اكبر غلط اللي انت عملته ده. انت عايز تعمل ظهير من اللجان الالكترونيه علشان يوجهوا الراي العام. دي كارثه ومصيبه. يعني بيعترف هو عايز يدين مرتضى، ولكن اعترف على نفسه بمصيبه. ولكن زي ما تقول كده ساعات بيبقى فيه لحظه صفا، لحظه صراحه، حبوب صراحه، حبوب شجاعه بتتاخد املا في ان هو يهاجم مرتضى، ولكن هو بيدين نفسه مع مرتضى. لان في مثل بيقول لك اذا تخاصم اللصان ظهر المسروق، او ظهر الشيء اللي هم يعني سرقوه من الاخرين. احنا بنقدم الفيديو ده للزملكاويه، يا ريت حد من الزملكاويه يطلع يرد علينا لو عندكم جراءه وعندكم يعني نوع من انواع الشجاعه ان انتوا تعرفوا تردوا على الناس دي. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك من قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.